السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله وفي أحسن حال. كل سنة وأنتم طيبين. وموسم تفريز الثوم. أنا من الناس اللي كنت ما باقتنعش أصلا بتفريز الثوم، وكنت بحس إن جريمة إن أنا أفرز الثوم بصراحة. لغاية ما جيت السنة اللي فاتت وقلت خلاص أنا هجرب. ولقيت إن أنا ما فيش أولًا اتخزّن بطريقة كويسة جدًا، فالحمد لله ادّاني نتيجة حلوة، لإن أنا باحب الطعم الطازة للتوم الريحة الطازة للتوم. فهنشوف الطريقة دي، وهنشوف إزاي هي فيها بركة كده، وإزاي هي ممكن تقعد معاكِ من السنة للسنة ويتبقى كمان. هنا أنا جِبت 10 كيلو، طبعًا أنا باحتاج أنا كبيت باخد أكتر من 10 كيلو، لإن أنا هاجيب تاني. جِبت 10 كيلو، عملت 5 كيلو في live على الفيسبوك، وهنا هاعمل 5 كيلو في الفيديو ده. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنقطع التوم بالطريقة دي، بناخد جزء من العرق بتاعه، اللي هو الجزء من العروق بتاعته، خلاص؟ وبعد كده أنا قطّعت كل ال5 كيلو أهُم زي ما أنتم شايفين، وبعد كده بامسكهم أقشّرهم، أنضّفهم كويس جدًا من القشرة الخارجية. اللي عايز يفرم يا جماعة التوم ويخزّن التوم دلوقتي حالًا يعمل ده. ولمّا تجيبي التوم، تجيبي التوم الأبيض مش التوم الأحمر. لمّا تخزّني، خزّني التوم الأبيض مش الأحمر، اللي هو اللي يتخزّن في الفريزر. اللي بقى بيتنشّف هو التوم الأحمر، وما يتشالش دلوقتي، تستني شوية. ممكن نستنى شوية حوالي 3 أسابيع وتقومي شايلة، ينشف في السوق وتقومي شايلاه. هنا بقى أنا باقشّر التوم بتاعي باشيل القشرة الخارجية زي ما أنتم شايفين، باخد الجزء اللي هو العرق اللي أنا قُلت لكم عليه ده، هاقول لكم هاعمل بيه إيه. والجزء التاني اللي هي الراس باحطها في بولة تانية. خلّصت كل الكمية بتاعتي زي ما أنتم شايفين، طبعًا نضّفته كويس جدًا. آدي البولة اللي فيها العروق، وآدي البولة اللي فيها التوم. هاجيب بقى الكبة بتاعتي أو مفرمة اللحمة اللي أنتم عاوزينه، بس الكبة دلوقتي بقت سريعة وأسرع بصراحة. وأسهل قصدي. باقوم مقطّعة التوم بتاعي، وباقوم أهم حاجة في اللي هو العصاية اللي جوّه التوم دي لازم تتشال، لإنها مش هتتفرم. فمهم جدًا العصاية اللي هي بتبقى جوّه التوم، بتبقى مرتبطة بالراس كده، لازقة في الراس بتاعة التوم دي، لازم تتشال عشان مش هتتفرم، بتبقى ناشفة شوية. وآدي العروق زي ما أنتم شايفين، وهاقول لكم بقى باستخدم العروق في إيه. العروق باستخدمها إني باشيلها في الفريزر، وباطلّع كل ما آجي هاسلق فراخ، هاسلق لحمة، هاسلق كوارع، هاسلق بطاية، هاسلق حمام، أي حاجة بتتسلق، باقوم مطلّعة واحد كده أو 2 على حسب الكمية اللي أنا هاعملها، وباقوم مقطّعاه شرايح. ريحة الشوربة بتاعتِك، طعم الشوربة بتاعتِك، نكهتها وهمية بتخلّيها تحفة. جرّبوها وشوفوها وإن شاء الله تعجبكم. هنا بقى أنا قطّعت كل كمية التوم بتاعتي، يعني قسّمت الكمية طبعًا، مش هينفع أحُط الكمية كلّها في كَبّة واحدة عشان تتفرم كويس. هاحُط حوالي معلقتين ملح، ما باحُطّش غير ملح. أنا ما باحُطّش غير ملح، لا باحُط خَل ولا باحُط سُكّر ولا باحُط زيت ولا باحُط أي حاجة، ما باحُطّش غير ملح. زي ما أنتم شايفين ابتدي أفرمه بقى لغاية ما يوصل، ما تنعموش جامد أوي، وفي نفس الوقت ما يبقاش خِشن أوي. ال المضبوط أحسن وأفضل بكتير، اللي هو أمّا بيبقى ناعم بيبقى مَيّة، فلمّا بنيجي نحمّره في الزيت أو في سمنة، بيلزق في الطاسة وما بيدّيناش النتيجة الكويسة، والخِشن أوي طبعًا مش مطلوب. على طول بقى، مش تجمّعي كل التوم مثلًا اللي أنتِ فرمتيه في بولة أو في صينية أو في كده زي ما باشوف، وبعدين توزّعيه، لأ، على طول تاخدي من الكَبّة على الكيس بتاعِك وتشيلي. ما تخلّوش يتعرّض للهوا لمدة طويلة. على طول كده يطلع من الكبة على كيس زي ما انت شايفه. وبططيه رفيع جدا، عشان كده انا بقولك ايه، ما بحطش غير ملح. ولما ببططه رفيع طبعا بقدر اكسره بكل سهولة. انا عندي علبة بقوم مطلعة منها في علبة في الفريزر، بقوم مطلعة كيس، وخلصت الكيس بفضيه في العلبة، بطلع كيس غيره واقوم مفضيه في العلبة. علبة كده بلاستيك بغطا بفضي فيها، وباقوم مطلّعاه بكل سهولة، بيطلع يتكسّر منِّك حتّة، حتّة أو بالشوكة بتطلع بكل سهولة. هنا بقى عشان الريحة بتاعتنا ما يطلعش ريحة توم في الفريزر، العلب اللي أنتم شايفينها دي باحُط فيها الأكياس وباغلّفها كويس جدًا، باقفلها هي بتقفل كويس جدًا، وباشيلها في الفريزر. ما فيش ريحة توم بتطلع، ولا نكهة توم بتطلع وتكرف حوالين الحاجة التانية اللي عندي في الفريزر. مهم جدًا يتشال في العلب دي،
لو هقول لك في الحاجات التانية بلاش العلب دي عادي براحتك، هنا في التوم مش هقول لك لا، لازم العلب دي عشان يتقفل كويس جدا. هنا بقى اهو ده التوم بتاعي، دي اول مره في حياتي يتبقى توم من السنه اللي فاتت. ده التوم اللي انا مخزناه السنه اللي فاتت، زي شايفين اللون عامل ازاي، وشايفين في ثانيه زي ما انتم شايفين كده، بس في ثانيه بكسره. وادي العروق اللي انا جمعتها. هنا العروق اللي فاتت دي اللي كنت عاملاها في اللايف، ودي العروق اللي انا قطعتها معاكم هنا في الفيديو. بشيلها في كيس كده، وزي ما قلت لكم تحفه في السلق، وتحفه في سلق الفراخ، اللحمه، البط، الكوارع، الحمام، اي سلق طيور او لحوم. زي ما انتم شايفين هربطه كويس جدا، وده هيتشال معايا بقى في الفريزر. مفيش اي ريحه بتطلع، الحاجه بتقعد معاكي من السنه للسنه. مش هيجرى لها اي حاجه. طريقه التخزين دي مش هتطلع ريحه خالص في الفريزر، ده اللي كنت محوشاه من السنه اللي فاتت متبقي معايا برضه. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم، الحقوا خزنوا دلوقتي، اللي عايز يخزن لازم يخزن دلوقتي. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.